نستمع أيضا إلى كلمة من كلمات الوعظ والإرشاد. فضيلة الشيخ محمد أبو جبل إمام وخطيب مسجد السلام البحري، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا مصطفى ولا أنت ساكن مهجتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي. إني وقفت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي. لك معجزات باهرات جمة، وأجلها القرآن خير مؤيد. ما حرفت أو غيرت كلماته، شلت يد الجاني وتاه المعتدي. وأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وغرامها بمحمد. قد لامني فيه الكفور ولو ضرى، نعم الإيمان به لكان مساعدي. يا رب صل على النبي محمدا، واجعله شافعنا بفضلك في غدي. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما يليقان بمقامك يا أمير الأنبياء ويا سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون الفضلاء، طبتم جميعا وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته، أن يجمعني وإياكم مع سيد النبيين تحت لوائه وعلى حوضه وفي زمرته وتحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بعث الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هاديا وبشيرا بإذن ربه وسراجا منيرا. أرسله الله تبارك وتعالى ليعطي للبشرية ما تحتاجه من أخلاقيات، فقال لهم: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وأرسله ربه تبارك وتعالى ختاما ونورا وهدى ورحمة للعالمين. بعث الله عز وجل لنا الرسول الإنسان، بعث الله لنا رسول يحمل الرحمة لكل العالمين، للإنس والجن، للشجر والجماد، للحيوان والإنسان. فهل تأسينا بالنبي الإنسان محمد صلى الله عليه وسلم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى لا نطيل على حضراتكم، له حقوق علينا. حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا محبته وطاعته واتباعه وتوقيره واحترامه من غير غلو ولا إفراط ولا تفريط. فهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان. محبة النبي واجب على كل المسلمين أن يحبوا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأوا إن شئتم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه.
مين اللي بيقول كده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. طيب السؤال: كيف نحقق محبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نحقق محبة النبي؟ هنقول حاجة واحدة: نحقق محبة النبي بالإخلاص في كل قول أو عمل، أن نخلص في أعمالنا، وأن نبتغي بأعمالنا وأقوالنا وجه من؟ الله تبارك وتعالى. لذا هناك علامات ودلائل لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. لذا فاز صحابة رسول الله بالقدر الكبير من محبة النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي بعد ما صلى حبك النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له: يا إمام علي، كيف كان حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ انتوا كنتوا بتحبوا النبي قد ايه؟ فقال الإمام علي: محبة النبي كانت في قلوبنا أكثر من محبتنا لأموالنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، بل كانت محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من محبتنا للماء البارد على الظمأ. سعيد بن الربيع في غزوة أحد أشيع في الناس أن رسول الله قد قتل، فقد النبي عليه الصلاة والسلام سعيد بن الربيع، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من ينظر ما فعل سعد بن الربيع؟ من اللي يجيب لي خبر سعد بن الربيع؟ فقام واحد من الأنصار اسمه زيد بن ثابت قال له: أنا يا رسول الله. فذهب زيد بن ثابت يتفقد القتلى والجرحى، فوجد سعد بن الربيع في آخر رمق من حياته، فقال له: يا سعد، إن رسول الله يخبرك السلام. فقال سعد بن الربيع لزيد بن ثابت: أبلغ رسول الله مني السلام، وقل له: جزاك الله عنا خير ما جزى الله نبيا عن دعوته ورسولا عن أمته. هكذا كانت محبة النبي عند صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. دلائل محبة النبي: أن نقدم محبة النبي على كل محبة. رملة بنت أبي سفيان الملقبة أو ملقاه بأم حبيبة كانت زوج للنبي عليه الصلاة والسلام. لما زارها سفيان بن حرب ودخل بيت النبوة وأراد أن يجلس على كرسي رسول الله، فأبت رملة. سيدة رملة أم حبيبة أبوها جه يزورها عند بيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو على الشرك، فما كانت من أم حبيبة إلا أن طوت الفراش، وما أحبت أن يجلس عليه أباها لأنه على الشرك، لأنه يخالف رسول الله. فقال لها: أي بنية، أبيت أن أجلس على مجلس رسول الله؟ قالت له: إنك رجل مشرك، وهذا هو مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقوم باقتفاء أثر النبي والاهتداء بهديه ونشر سنته والتعامل كما كان رسول الله يتعامل. أختم بكلمتين. أنا أخوكم محمد جابر شحاتة جبل، إمام وخاطب المسجد السلام. أتيت إلى هنا منذ شهرين أو أقل. عندما آتي إلى هذا المسجد وأصلي
في وسط الأسبوع أو في يوم الجمعة أرى، أنا بقول الكلام ده النهاردة عشان النهاردة بنحتفل بخير البرية وبسيد الناس، فاحنا عاوزين نفضل اللي في قلوبنا، نفضل الحاجات اللي هي عشان ما نبقاش بنحتفل احتفال جوفاء، ما نبقاش بنحتفل احتفال ظاهري واحنا بعيد. خلي بالك، انا قلت لحضراتكم انا فلان اتيت الى هنا لامامة المسلمين في الصلاة ولا داء خطبة الجمعة، ولكني والله أرى وجوها كثيرة عابسة. بعض الناس يظن ان انا حاربت علشان اخذ المنبر وامامة المسجد. والله اقسم بالله اقول ذلك ابتغاء وجه الله وابتغاء مرضات، انني لم اقابل الشيخ ياسر ابو العيني ولم التقي به ابدا، ولكنني احبه واقدره لانه في منزلة اخي الكبير ومعلمي الصادق، ولكني لم احارب، ولكننا اقول هذا الكلام حتى نحتفل بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، وربنا وسعها علينا في الدين وقال ايه؟ الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. عاوزين من هذه الليلة ان احنا نحب بعض لله، واللي عنده في صدره امر يجي ويفرغ ونتقارب لله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أسأل مولى تبارك وتعالى أن يحشرنا جميعا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا، اللهم اشملنا بشفاعته وأوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوض نبينا، توفنا وأنت راض عنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل عام وأنتم بخير. حقا إنهم رجال الأزهر الذين بهم نفخر في كل مكان، للشر شرذمة تطاول رسمها، لبست بثوب الحقد لونا أحمرا، قد سولت لهم نفوسهم التي خبثت، ومكر القوم كان مدبرا، تبت يدا غلت بشر رسومها، وفعالها فغدت يمينا أبترا، الدين محفوظ وسنة أحمد والمسلمون يد تواجه كل ما جرى، أو ما درى الأعداء كم كنا إذا ما استهزأوا بالدين جندا محضرا. أيها الإخوة المؤمنون،